بعد تجربة البوكو اكس 5 في الفيديو بتاع النهارده اقول لك على 10 مميزات جامدة قوي في الموبايل ده ممكن تخليك تشتريه دلوقتي حالا، وحبة عيوب ممكن تخليك ما تشتريش الموبايل ده وتكرهه وتكره شركة بوكو عموما. وفي اخر الفيديو هقول لك سعر الموبايل ده كام، والخلاصه تشتري الموبايل ده ولا في بدائل تانية احسن. وبصراحة مفيش تظبيط اكتر من كده، فزي ما انا مظبطك انت برضو لازم تظبطني وتنزل دلوقتي حالا تعمل سبسكرايب لو انت لسه مش عامل، اعمل لايك للفيديو ده عشان تخليه يوصل لعدد اكبر من الناس، وكمان ما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام، سيب لك لينك تحت في الديسكربشن، خش كلمني هناك على طول. وعلى فكرة انا برد على كل الناس، ويلا بينا نبدأ. اول حاجه جامده جدا في البوكو اكس 5 وهي الديزاين، وزي ما انت شايف كده التصميم بتاع الموبايل هنا شكله جامد قوي، بالذات اللون الاسود اللي معايا ده واخد لمعه كده بسيطه مخليه الشكل بتاع الموبايل في حته تانية خالص. واللي مزود الجمدان بتاع الديزاين هنا في الموبايل ده هو المربع بتاع الكاميرات، الرصه بتاعت الكاميرات هنا شكلها جامد قوي، مع كمان اسم شركه بوكو اللي مكتوب هنا كده بالعرض. شكله تحفه قوي بجد يا جماعه، الموبايل من بعيد كده باللون الاسود اللي واخد لمعه كده بسيطه شكله تحفه قوي. وعايز اقول لك كمان ان الخامات بتاعت الموبايل هنا هي خامات محترمه جدا، جايه من البولي كاربونيت، بس البولي كاربونيت بتاعه نضيف قوي. وعلى فكره انت هتحس ان التصميم بتاع الموبايل هنا من ناحيه الخامات والشكل ومن ناحيه كل حاجه هو مختلف تماما عن كل موبايلات شركه بوكو الفتره الاخيره. بجد الديزاين بتاع الموبايل هنا من ناحيه الشكل وكمان من ناحيه الخامات في حته تانية خالص بالمقارنه مع كل موبايلات بوكو الفتره الاخيره. والاحسن بقى من كل ده ان الماسكه بتاعه الموبايل هنا بتكون ماسكه مريحه جدا، هتحس كمان ان انت ماسك موبايل فخم بعيدا عن انه موبايل فئه متوسطه نهائي. الموبايل هنا تحس ان هو موبايل طولي مش موبايل عريض، والماسكه بتاعته فعلا انا مش عارف ازاي مخلينها ماسكه مريحه كده. الوزن بتاع الموبايل برده وزن خفيف جدا، والسمك بتاعه الموبايل يعتبر من الموبايلات الرفيعه. فاوفر اول التصميم بتاع الموبايل هنا كشكل وخامات وماسكه هيكون جامد قوي معاك. الميزه الثانيه اللي موجوده هنا في الموبايل ده ان هو الحمد لله لسه بيدعم منفذ السماعات 3.5 ملم، بس انا بصراحه مش عارف ليه شركه بوكو حطته على الشمال، فبصراحه المكان ده مش بيكون اريح حاجه بالنسبه لك لو انت بتيجي تحط الموبايل في جيبك. بس عموما كون ان الموبايل لسه فيه منفذ سماعات فدي حاجه تحترم بصراحه من شركه بوكو. الميزه الثالثه وهي البصمه، الموبايل هنا البصمه بتاعته من اسرع البصمات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك على موبايل من شركه بوكو. زي ما انت شايف كده انا بمجرد ما بلمس كده البصمه بتاعه الموبايل بتلاقيه بيفتح معايا زي ما انت شايف كده اهو. حط صباعي بالظبط على الزرار بتاع الباور بلاقي الشاشه بتفتح معايا على طول من غير انيميشنز ومن غير حوارات. فبصراحه البصمه بتاعه الموبايل هنا هتكون جامده قوي معايا. الميزه الرابعه اللي موجوده هنا في الموبايل ده وهي الشاشه، زي ما انت شايف كده الشاشه بتاعه الموبايل هنا مهكره اللعبه بتاعه الشاشات في الفئه السعريه دي. الشاشه هنا هي اموليد 120 هرتز، وبجد الالوان وزوايا الرؤيه والسطوع بتاع الشاشه دي تحت اشعه الشمس في حته تانية خالص بالمقارنه مع اي موبايل في الفئه السعريه دي. فعليا انت لو بتحب تتفرج على فيديوز وافلام كتير مش هتلاقي انسب من الشاشه بتاعه الموبايل هنا تتفرج على فيديوز وافلام عليها. بجد الشاشه هنا من ناحيه الالوان زوايا الرؤيه السطوع بتاعها في حته تانية خالص بالمقارنه مع اي موبايل في الفئه السعريه دي. والاحسن بقى من كل ده ان انت لو بتحب تسكرول على فيسبوك وانستجرام كتير فعندك هنا شاشه 120 هرتز، انت بجد هتلاقي كميه سرعه وسلاسه مش طبيعيه في السكرولنج على فيسبوك او انستجرام. قاعد بتقلب في السيتنجز كده او حاجه هتلاقي كميه سرعه وسلاسه مش طبيعيه على الشاشه بتاعه الموبايل هنا. فعموما كده الشاشه بتاعه الموبايل هنا تعتبر شاشه جباره جدا وما فيهاش اي عيوب. ممكن العيب الوحيد اللي انا اقول لك عليه هنا في الشاشه بتاعه الموبايل ده وهي ان الحواف بتاعتها تعتبر كبيره شويه، بس ده عادي تماما انت ممكن تتقبله لانك بتاخد كل حاجه فعليا موجوده في الشاشه. الميزه اللي بعد كده بقى وهي الاداء بتاع الموبايل ده، الموبايل هنا جاي لك بمعالج من كوالكوم السناب دراجون 695 مع 6 جيجا رام و128 جيجا ذاكره داخليه، هي دي النسخه اللي معايا. وعايز اقول لك ان المعالج القوي ده مع ال 120 هرتز وكمان ال MIUI 13 اللي موجوده هنا على الموبايل ده هتاخد تجربه مستخدم مش طبيعيه يا جماعه، هتحس ان انت ماسك طياره في الفئه السعريه دي. الموبايل هنا من اجمد الموبايلات في السعر بتاعه من ناحيه الاداء، لو انت استخدامك تقيل وبتحب تتنقل ما بين الابلكيشنز فهتتنقل هنا بكل سرعه وسلاسه مع ال 120 هرتز والمعالج القوي اللي موجود هنا في الموبايل ده. هتفتح كميه ابلكيشنز في الخلفيه وعايز اقول لك ان انت هتتنقل ما بينهم بكل سرعه وسلاسه. لو انت قلقان من السوفت وير بتاع شركه بوكو او شاومي اللي هو الميو اي ده، عايز اقول لك ان شركه شاومي تفوقت على نفسها في حوار اللاجات والتهنيجات اللي بتحصل في السوفت وير، وبجد السوفت وير بقى عظيم جدا مع ال 120 هرتز والمعالج القوي ده. انت هتاخد تجربه مستخدم في حته ثانيه خالص. اما بقى لو انت جيمر فتشتري الموبايل ده ولا لا، فانا مش هجاوبك على السؤال ده غير لما تعمل لايك وسبسكرايب. لو انت وصلت للحته دي من الفيديو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب فعايز اقول لك ان انا زعلان جدا منك، وانا كده اصلا مش هكمل الفيديو ومش هقول لك بقى تجربه الالعاب على الموبايل ده هتكون عامله ازاي. فانزل دلوقتي حالا نعمل لايك وسبسكرايب وتعالى بقى اكلمك شويه على تجربه الالعاب على البوكو اكس 5. المهم طبعا ان احنا هنعمل فيديو تجربه العاب كامل متكامل عن الموبايل ده، فهسيب لك لينك فيديو تجربه الالعاب على البوكو اكس 5 موجود تحت في الديسكربشن والاي اللي فوق على اليمين. روح شوف الفيديو ده على طول بعد ما تشوف الفيديو ده. المهم تعالى اقول لك الخلاصه، ولعبه زي لعبه ببجي بتشتغل على سموث واكستريم، ودي اللي بتترجم ل
40 فريم. بس بعيدا بقى عن الارقام وسموث واكستريم والحوارات دي، عايز اقول لك ان اللعبه هنا لما شغلتها كانت بتشتغل معايا على 60 اف بي اس، ولما بتقل كانت بتقل لحد 50 اف بي اس. فبصراحه تجربه اللعب هنا على الموبايل ده كانت ممتازه جدا. وعايز اقول لك ان الشاشه الحجم بتاعها بيكون مناسب ليك قوي لو انت بتحب تلعب باكتر من صباع. هتلعب هنا ب5 6 7 8 صوابع باريحيه كبيره قوي على الشاشه بتاعه الموبايل هنا، مع الفريمات العاليه والاداء الجامد بتاع الموبايل هنا واستقرار اللعبه عليه. انت بجد هتاخد تجربه العاب مش طبيعيه. مش عايز اقول لك بقى ان انت لازم ما تفوتش فيديو تجربه الالعاب على الموبايل ده. جربت معاكم فيديو الالعاب على البوكو اكس 5، لعبه ببجي وكول اوف ديوتي وكمان لعبه فيفا موبايل وحاجات تانية كتير، فلازم ما تفوتش الفيديو ده. هسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن اول ما ينزل على طول، او في الاي اللي فوق هنا على اليمين، فروح شوف الفيديو ده على طول بعد ما تتفرج على الفيديو ده. المهم بقى الميزه اللي بعد كده وهي البطاريه بتاعه الموبايل هنا عملاقه. البطاريه هنا 5000 ملي امبير اور، وبتقدر تكمل معاك اليوم بالمستريح تماما لو انت استخدامك تقيل. وكلمه ان الموبايل يقعد معاك اليوم كله وانت استخدامك تقيل دي انا ما قلتهاش تقريبا في فيديو قبل كده هنا على القناه. فبصراحه البوكو اكس 5 هنا ابهرني جدا جدا في نقطه البطاريه دي، ان هو هيكمل معاك اليوم بالمستريح تماما. حتى كمان يا راجل لو انت ما بتسيبش الموبايل من ايدك وماسكه 24 ساعه في ال 24 ساعه، فعايز اقول لك ان انت ممكن تضطر تشحنه مره في نص اليوم، بس المره دي هتكون سريعه جدا معاك لان الموبايل جاي لك بشحن سريع 33 واط. والاحسن بقى من كل ده ان شركه بوكو حاطه لك الشاحن ده موجود معاه في العلبه، فدي حاجه كويسه جدا ان انت مش محتاج تشتري الشاحن بتاع الموبايل. فاوفر اول البطاريه والشحن السريع بتاع الموبايل هنا هيكون جامد جدا معاك. بالنسبه بقى للناس اللي بتقلق من الشبكات في موبايلات بوكو، عايز اقول لك ان البوكو اكس 5 برده مختلف تماما عن كل موبايلات بوكو اللي انا جربتها الفتره الاخيره. الشبكات هنا في الموبايل ده بتكون كويسه جدا. انا قاعد اصلا في مكان ما فيهوش شبكه تماما، فكون ان الموبايل ده يلقط لي شرطه ولا شرطتين كده في الشبكه وكمان تكون حقيقيه، دي حاجه كويسه قوي بالنسبه لي. المهم برده ان في ناس كده شويه بتسالني تحت في الكومنتات البروكسيميتي سنسور اللي موجود هنا في الموبايل ده حقيقي ولا لا، او اصلا عموما في موجود بروكسيميتي سنسور او السنسور التقارب ده في الموبايل ولا لا. فعايز اطمن الناس دي كلها واقول لها ان موجود هنا في البوكو اكس 5 بروكسيميتي سنسور حقيقي، وكل لما انا بتكلم مع اي حد كان فعلا البروكسيميتي سنسور ده شغال بيرفكت و100%، ما غلطش معايا قبل كده لا في ريكوردات واتساب بقى وانا بسمعها واقوم حاططها كده على وداني. لا 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 بجد البروكسيميتي سنسور اللي موجود هنا في الموبايل ده عظيم جدا. الميزه الاخيره بقى اللي موجوده هنا في الموبايل ده وهي الكاميرا الخلفيه بتاعته. عايز اقول لك ان انت لو بتصور الصبح او في اضاءه كويسه جدا، الكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل هنا هتطلع لك كميه صور عظيمه جدا. تكاد تكون الصور اللي بتطلع من كاميرات الموبايل الخلفيه هنا هي احسن صور بتطلع من اي موبايل تاني في الفئه السعريه دي، بالذات لو انت في ظروف اضاءه كويسه جدا في ضوء النهار او اضاءه استوديو او حاجه، هتلاقي الصور اللي بتطلع من كاميرات الموبايل الخلفيه هنا في حته تانيه خالص. بس عايز اقول لك ان التجربه دي بتختلف تماما لو انت بتصور في ظروف اضاءه متوسطه او منخفضه. في ظروف الاضاءه مثلا بتاعه اوضتك اندورز كده او حاجه، الكاميرات بتاعه الموبايل هنا بتكون ضعيفه جدا معاك، بيكون في نويز كتير جدا في الصوره، الالوان بتكون بهتانه، كل حاجه بتختلف في الصوره 180 درجه لو انت بتصور الصبح او لو انت بتصور بالليل. لو انت بتصور بالليل او في ظروف اضاءه مش احسن حاجه، فالكاميرات بتاعه الموبايل هنا هتكون سيئه جدا معاك، ولازم تضطر ان انت تشغل جوجل كاميرا. وجوجل كاميرا برده مش بيعدل اللي هو الفرق ال 180 درجه، لا لا بيعدل فرق 20 30% كده عن التصوير ببرنامج الكاميرا العادي. فبصراحه الكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل هنا لو اديتها اضاءه كويسه وظروف اضاءه كده مناسبه جدا، هتلاقيها بتطلع لك صور عظيمه جدا وملهاش منافس في الفئه السعريه بتاعته. بس لو انت ما صورتش بكاميرات الموبايل ده في ظروف اضاءه كويسه، فالصور بتاعته هتطلع تعبانه خالص. بالنسبه بقى لاول عيب قوي جدا جدا وقاتل بعيدا عن العيب بتاع الكاميرا الخلفيه، هي الكاميرا السيلفي بتاعه الموبايل هنا. عايز اقول لك ان الكاميرا السيلفي بتاعه الموبايل هنا في ظروف اضاءه كويسه في ظروف اضاءه وحشه بتطلع لك صور بهتانه وشكلها زي القرف. بجد الكاميرا السيلفي بتاعه الموبايل هنا محتاجه سوفت وير ابديت. الكاميرا السيلفي ال 13 ميجا بكسل اللي موجوده هنا في الموبايل ده بجد غريبه الشكل من شركه بوكو. اول مره اجرب موبايل من شركه بوكو يكون الكاميرا السيلفي بتاعته بالسوق ده. الكاميرا بتطلع لك الوان بهتانه، سكين تونز بايظه، التفاصيل قليله جدا في الصوره، نويز مش طبيعيه في جميع ظروف الاضاءه. بجد الكاميرا السيلفي بتاعه الموبايل هنا ما تقدرش اصلا تشير الصور بتاعتها على السوشيال ميديا، لازم تعمل اديت، وبعد الاديت كمان هتطلع سيئه. فاوفر اول الكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل هنا تعتبر متوسطه، ولو انت اديتها ظروف اضاءه عاليه قوي هتعتبر جامده قوي في الفئه السعريه دي. بس الكاميرا السيلفي تعتبر سيئه جدا جدا في جميع ظروف الاضاءه. بالنسبه بقى للعيب الاخير اللي موجود هنا في الموبايل ده وهي السماعات بتاعته. للاسف اول مره اشوف موبايل من شركه بوكو او شركه شاومي جاي بسماعه واحده مش ستيريو سبيكرز في الفئه المتوسطه، وبجد دي حاجه سيئه جدا من شركه بوكو. بس انا بصراحه كده قفشت السياسه بتاعت شركه بوكو في الموبايل ده، انها خلتك تضحي بشويه حاجات كده بسيطه ممكن ما تفرقش معاك كمستخدم عادي علشان تديك كومبو جامد جدا بسعر مناسب قوي. وعموما على فكره السماعه المونو بتاعت الموبايل هنا سماعه كويسه قوي، الصوت بتاعها بيكون عالي جدا وتكاد تكون من اعلى السماعات اللي انا سمعتها، بس الصوت هيكون طالع لك من ناحيه واحده بس، ودي بصراحه مش احسن حاجه في 2023. اخيرا بقى سعر الموبايل ده هو $210، وبجد على الامكانيات اللي هو بيقدمها لك بالسعر ده هو اكتر موبايل متكامل بالسعر بتاعه. انت بس مع الموبايل هنا هتضحي بشويه حاجات كده بسيطه، بس بصراحه مش هتاثر على الاستخدام بتاعك، الا بقى لو انت فوتوغرافر، فما انصحكش قوي بصراحه ان انت تشتري الموبايل ده. بس كده يا جماعه كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اتمنى فعلا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وبس. سلام.